يعني شيء غريب يعني أعداء الإسلام يعني كيف يحاربون الله سبحانه وتعالى؟ الله يحارب يعني مهما عشت في الدنيا يعني لا يعني لابد من يوم تموت فيه. يعني إن عشت 1000 ثم 2000 لابد من يوم تسير فيه إلى القبر. كيف ينسى اللحظة التي سيغادر فيها الدنيا يعني؟ والله أنا أستغرب خاصة يعني بعض الشخصيات خاصة الذين عندهم أموال أو سياسة أو يعني غريب كيف لا يفكر أنه في لحظة من اللحظات سيغادر الدنيا يعني. والله عجيب. يعني الإنسان العاقل هو الذي يفكر في الآخرة. هذه الدنيا زائلة، يعني مهما عشت في هذه الدنيا ستتركها وتمشي يعني، لكن السعادة الحقيقية بعد الموت. هذه الآن هذه الدنيا هي أصلا هذه الدنيا جعلت لك مزرعة حتى تكون من سعداء الآخرة يعني. الله يريد أن تكون من سعداء الآخرة، ولذلك أرسل لك الأنبياء والرسل والكتب السماوية والعلماء والصالحين، وحتى في قلبك جعل لك أسرار. إذا فعلت الخير ينشرح صدرك، وإذا فعلت الشر ينقبض صدرك. هذه من أين هذه؟ من أجل أن تكون من سعداء الآخرة ومن سعداء الدنيا. ومع ذلك الإنسان يركب عقله ويركب نفسه ويرتكب المعاصي ويظلم ويؤذي. الله أكبر، ويرتكب الفواحش يعني لا غريب. والمشكلة الأنفاس تمشي ولا ترجع. يعني أنفاس حقيقة الذي نور الله بصيرته لا يضيع ليس كلمة نفسا من أنفاسه إلا بذكر الله أبدا. ليلا نهارا مع الله عز وجل، في الليل في النهار. هذه فرصة لا تعوض، هي فرصة واحدة فقط، فرصة واحدة. وإذا أنت اغتنمت هذه الفرصة كنت من سعداء الدنيا والآخرة. فلا تغتر بالدنيا. هذه الدنيا يعني بعضهم يفكر أن الدنيا هي الأبدية. يا أخي الدنيا ليست أبدية، بدليل الذين يموتون أمامك في كل يوم يموت الناس، في كل يوم في كل يوم في كل يوم يعني. تظن أنك ستبقى يعني؟ سيدنا عمر بن عبد العزيز طلب نصيحة من أحدهم فقال له أين والدك؟ وقال قد مات. قال أنت مات. قال أنت ماذا تنتظر؟ يعني ماذا تنتظر؟ لذلك الإنسان يزرع للآخرة. قال بعض